بتقول صاحبتي: النهارده ماتت عمتي. تليفون صغير وقالوا لي عمتك اتوفت. بصيت في السقف وقلت ايه ده انا بقالي سنه باجل في المشوار. بكره اقول هروح، بعده هروح. النهارده تعبانه، بكره عند الدكتور. الشغل كان زحمه، النهارده مش فاضيه، وحاجات كتير قوي. لكن اكتشفت لما عمتي توفت ان انا قمت لبست مفيش 5 دقايق، ركبت عربيتي نص ساعه كنت في بيت عمتي. طب ما المشوار سهل اهو، وما انا كنت مصعباه ليه؟ دخلت البيت، بصيت على البيت لقيتها نايمة في الكفن. قد ايه كانت محتاجة حاجات، قد ايه بيتها ناقصه حاجات كتير. انا ازاي ما شفتهاش؟ ازاي ما حسيتش بيها؟ ازاي ما طبطبتش عليها؟ ازاي ما كنتش بسأل عليها؟ ازاي كنت بجيب لنفسي الحاجات الحلوة والماركات الغالية واجيب لولادي؟ وازاي سبتها كده؟ ازاي كانت عايشة كده؟ كانت محتاجة حاجات كتير قوي. انا ليه ما قعدتش معاها؟ ليه ما سألتهاش انت عايزة ايه؟ هي كانت دايما تضحك وتقول الحمد لله، وانا كنت دايما اقول مش عايزة حاجة. لكن هي مش لازم تقول. والنهارده هتموت عمتي، بكره هتموت خالتي، هتموت جدتي، هتموت ابويا، هتموت امي. كلهم حتى لو مش محتاجين حاجه، محتاجين كلمه حلوه. سيدنا النبي علمنا الرحمه وقال الرحمه سلوك مش كلام. سيدنا النبي كان هو الرحمه المهداه، فبما رحمه من الله لنت له. هو ده وصف ربنا ليه، رحمه. نرحم بعض يا جماعه، نطبطب على بعض. احنا هيجي يوم من الايام ونبقى احنا كمان محتاجين حد يطبطب علينا. يمكن ما نلاقيش، يمكن لو طبطبت على حد النهارده تلاقي اللي يطبطب عليك بكره. اسأل على بعض يا جماعة، نسأل على بعض، نشوف احنا عاوزين ايه. في ناس من اهالينا كتير ناقصها حاجات كتيرة قوي. ما تبصش بس لنفسك وتاخد نفسك تروح تتفسح في الاجازات. لازم تشوف الناس دي محتاجة ايه. محتاجة بطاطين، محتاجة لبس شتوي، محتاجين حاجات كتير في بيتهم. بوتاجاز قديم وعايزين واحد جديد، محتاجين انبوبة غاز، محتاجين اي حاجة. هم مش بيتكلموا بس مفيش حد بيساعدهم. يا جماعة لازم نسأل على بعض. اللي ليه حد قريبه يعني ظروفه صعبة أو محتاج حاجة، أو معاشه مش مكفيه، اللي زوجها ميت، اللي ما عندهاش أولاد، لازم نسأل على بعض ونطبطب على بعض. النهاردة هتطبطب على حد، بكرة هتلاقي اللي يطبطب عليك. انت كمان بكرة تبقى محتاج كلمة حلوة، حاجة من حد لما صحتك تخدعك. اسألوا على بعض يا جماعة، اسألوا على بعض. شوف أمك عايزة ايه، شوف أبوك عايز ايه، شوف أهلك محتاجين ايه. ما تفكرش بس في نفسك وفي ولادك وبس. ما تقولش الحياة واخداني. ربنا يهدينا جميعا ويصلح حالنا يا رب العالمين.